قبل ما تزعم وتهز حويجك باش ترحل لشي سكنة جديدة وتستقر فيها مع مراتك ووليداتك، ضروري ومؤكد تقلب وتسول على الماضي ديال ديك البلاصة. شكون اللي كان شادها قبلك؟ شنو داز فيها؟ واش مواليها خرجوا منها بالخاطر ولا هربوا من شي مصيبة؟ حيت شحال من مرة كيكون الماضي ديال ديك الدار كحل ومظلم، وداك الظلام يقدر يدور عليك ويقلب حياتك وحياة عائلتك الجحيم اللي عمرك ما طاحلك على البال. مرحبا بكم في هذه القصة المرعبة. أحداث حقيقية وقعت في واحد القرية حدودية. قصة غامضة وعامرة بالرعب اللي غيخلي لحمك يتشوك. قبل ما نغوصوا في التفاصيل ديالها، قولوا بسم الله، تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم. جيبوا شي كاس ديال أتاي وتبعوا معايا دقة دقة اشنو طرا لهاد العائلة اللي ما كانتش عارفة شنو مخبي ليها المكتوب. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تشاركونا بالآراء ديالكم في التعاليق باش يوصلكم كل جديد. بدات هاد الحكاية في أواخر التسعينات في واحد القرية صغيرة وهادية جات في الحدود، سميتها سيدي عمار. هاد البلاصة معروفة بالهدوء ديالها والناس ديالها اللي داخلين سوق راسهم. أبطال القصة ديالنا هما عائلة يوسف. يوسف كان راجل مكافح خدام على راسه، مزوج بواحد المرأة سميتها خديجة، وعايشين في واحد البرطمة صغيرة على قد الجيب. في الأول ملي كانوا الوليدات باقين صغار البرطمة كانت قاضية الغرض، ولكن مع الوقت وفي سنة 1998 الدراري بداو كيكبروا. يوسف كان عنده ولده الكبير سميتو أمين اللي وصلت في عمره ديك الوقيته 11 عام، وعنده 2 بنيات صغار أعمارهم متقاربة ل9 سنين. البرطمة ولات ضيق عليهم بزاف، والدراري بداو كيحتاجوا مساحة أكبر، خصوصا أمين اللي كبر وما بقاش مسلك وينعس في نفس البيت مع خواتاته البنات. يوسف جلس مع خديجة واتفقوا باللي جا الوقت باش يبدلوا العتبة ويقلبوا على شي حوش ولا فيلا قديمة تكون متسعة باش كل واحد من الدراري يشد بيته لراسو. الحالة المادية ديال يوسف كانت ميسرة الحمد لله، حيت كان خدام في قطاع المناجم في الجنوب. غير هو الخدمة ديالو كانت قاصحة وكتفرض عليه يغيب على الدار شهر كامل. كيمشي للمنجم كيضرب شهر ديال تمارة وعاد كيشد كونجي ديال شهر كيرجع فيه لدارو. هذا كان هو الريتم ديال حياته. ما دازتش مدة طويلة حتى طاحوا في واحد الدار بانت ليهم بحال شي همزة. الدار كانت واسعة، البيوت فيها كبار، والفورمة ديالها من الداخل كانت مثالية للعائلة. واخا كانت كتبان قديمة في البني ديالها ومسدودة شحال هادي، من الشوفة الأولى العتبة كانت كتطمن وما كتوحي بوالو خايب. زعموا وكراوها بالله ما يفكروا 2 مرات، ولكن اللي غاب عليهم هو أن الحقيقة ديال ديك الدار كانت كحلة سحلة، والتاريخ ديالها كان عامر بالمآسي وحوايج اللي ما يتقبلهاش العقل البشري. جمعات عائلة يوسف الباجاج ديالها ورحلوا للدار الجديدة ناشطين. خديجة بدات كتخمال وتفرش، والدراري عجبهم الحال حيت كل واحد شد قنته. دوزوا السيمانة الأولى كاملين مجموعين، وكانت الأيام دايزة زوينة، ما كاين غير الضحك، والدار كانت كتمتع بواحد الهدوء زوين. ولكن غير دازت ديك السيمانة وصل الوقت باش يوسف يجمع ساكو ويرجع للخدمة ديالو في المنجم. ودع خديجة والوليدات وخلاهم في الدار الجديدة. بقات خديجة بوحدها مع أمين والبنيات. في البداية الأمور بقات غادية طبيعية، ولكن بشوية بشوية بداو كيوقعوا شي بلانات غريبة، حوايج اللي ما عندها حتى شي تفسير بالمنطق. واحد الليلة كانت خديجة مجمعة مع وليداتها ب3 في الصالون. ديك الوقيته ما كانش الانترنت، العائلات كانت كتجمع غير على التلفازة. كانوا سهرانين على شي مسلسل والدار كاملة غارقة في السكات. على غفلة بداو كيسمعوا التقرقيب جاي من الكوزينة، بحال شي حد كيحط المواعن وكيحل البلاكارات. خديجة في الأول قالت يمكن غير شي مشة دخلت من الشرجم، كتبات ودنيها وكملوا السهرة. ولكن هاد التقرقيب ولا عادة يومية، والأمور بدات كتمشي في واحد الاتجاه كيخلع. واحد الليلة خديجة كانت ناعسة حتى تفرقع الباب ديال البيت، ودخلوا بناتها بجوج كيطيروا بالخلعة كيغوتوا وجوههم مخطوفين بحال الموتى، نقزوا فوق الناموسية وكيغوتوا ماما عتقينا كاين شي حد معانا في البيت. خديجة طار ليها النعاس، ناضت مفزوعة وقالت بسم الله الرحمن الرحيم مالكم شكون كاين؟ البنات هما كيبكيو قالوا ليها شفنا بنية صغيرة لابسة كسوة حمراء وواقفة كتشوف فينا.
خديجة سولتهم وهي مصدومة: بنية صغيرة وكيفاش دايرة؟ جاوبوها البنات: ماما راه لون شعرها بيض كامل، شيبة وصغيرة في الطول. خديجة تجمد الدم في عروقها. درية صغيرة شعرها بيض؟ هادشي ماشي عادي. ناضت زربانة، مشات لبيت البنات، شعلت الضوء، قلبت مورا الباب تحت الناموسية. البيت كان خاوي كيصفر. رجعات عند بناتها وقالت لهم باش تهدنهم: صافي البنات، راه ما كاين والو، نتوما غير كتهيأ لكم مع الظلام. هاد الليلة غتنعسوا حدايا وما تبقاوش تفرجوا بزاف في داكشي ديال الخلعة. دازت ديك الليلة، ولكن خديجة كانت عارفة بلي هادشي ماشي مجرد تخيلات، وبلي الأيام الجاية غتكون كحلة. دازوا يامات، وواحد العشية البنات بقاو خايفين يرجعوا لبيتهم. مشاو عند خديجة وقالوا لها: ماما حنا راه ما نقدروش ننعسوا بوحدنا ونعاودوا نشوفوا ديك البنية مولات الكسوة الحمراء، خلي امين ينعس معنا هاد الليلة. خديجة عيطات لامين وقالت ليه ينعس مع خواتاتو باش يطمئنوا. امين حيت كان هو الدري وكان كيحس براسو راجل الدار، بدا كيضحك عليهم وقال لهم: خوافات، الدار ما فيها والو، انا غنعس معاكم وغتشوفوا. تفرش امين مع خواتاتو، طفاو الضوء ونعسوا. في نص الليل امين كان مغطي مزيان حتى كيحس بالمنطقه كتسلت من عليه بشويه بشويه. فاق مخلوع، لقى المنطقه طايحه في الارض. دار كيشوف، لقى خواتاتو غارقين في النعاس. قال مع راسو: يمكن طاحت بوحدها. جابها وتخطى عاوتاني. ما كاملاش دقيقه حتى وقع داكشي اللي طير ليهم العقل. واحد الماريو صغير ديال العود كان في القنت، بدا كيتزعزع بوحدو، كيتحرك بحال الا شي واحد شادو كيمخض فيه. امين اللي كان كيبان زاعم طاح ليه الريدو، ناض كيجري هو وخواتاتو، طاروا عند امهم للبيت ديريكت. امين بوجه عرقان قال لها: ماما راه كاينه شي حاجه معانا في هاد الدار، المنطه تجرات ليا بوحدها والماريو بدا كيتحرك قدام عينينا. خديجه الخلعه شدتها مزيان هاد المره، ولكن حاولات تبان صلبه. قالت لهم: من اليوم غنبقاو نطلقوا صوره البقره ديما، وصبروا راه باكم ما بقى ليه والو ويجي من الخدمه، ديك الساعه نشوفوا شنو المعمول. في ديك الايام اللي بقات الدار ولات جحيم. الخطوات في المراح بالليل ما كتقطعش، والاحساس باللي شي حد ديما حاضيك ما كيفارقهمش. ولكن الحمد لله ما كانش اذى جسدي، غير الخلعه النفسيه. كمل داك الشهر ورجع يوسف للدار باغي غير يرتاح. غيدخل لقى خديجة والدراري حالتهم كتشفي العدو، صفورية وطافو. جلس معاهم وخديجة فرقعات ليه الرمانة وعاودات ليه كاع داكشي اللي شافو: الأصوات، الدرية مولات الكسوة الحمراء، الماريو اللي كيتحرك. يوسف في الأول جا هادشي بحال الخرافات. قال ليها: ياك لاباس خديجة، واش ضربكم البارد ولا تصديتو؟ هادشي راه غير من الفراغ. خديجة حلفات ليه باليمين: والله العظيم الا هادشي بصح، راه واحد النهار انا براسي شفت ديك الدريه دازت كطير من قدام بيتي. قلبت في الدار ما لقيت والو، مستحيل نكونوا كاملين حماقنا. يوسف ملي شاف الجديه في كلام مراتو والخلعه في عيون ولادو سكت. خديجه كملات: عافاك يوسف، عارفه الرحيل صعيب دابا، ولكن على الاقل سير جيب شي فقيه متمكن يجي يرقي هاد السكنه ويطرد منها هاد العجب. يوسف وافق، والغد ليه جاب واحد الفقيه معروف. دخل الفقيه بدا كيأذن وكيقرا ايات الرقيه في كل قنت. ملي سالا جلس وقال ليوسف: سي يوسف كون هاني، اموركم مزيانه. يوسف تعجب: كيفاش مزيانه؟ واش ما لقيتي والو؟ الفقيه قال ليه: الدار فعلا كانت مسكونه بالجن الكافر، ولكن دابا هربوا، بقاو غير عمار المكان الجن المسلم، هما اللي كيحميو الدار دابا وما غيخليوش داكشي الخايب يرجع. يوسف ارتاح شويه وقال: يعني ما غيبقى يخرج لينا والو؟ الفقيه وصاه: ان شاء الله، ولكن ديما طلقوا القران وحافظوا على الصلاه، راه هي الحصن ديالكم. دازوا يامات، وبما ان يوسف كان معاهم في الكونجي الامور هدنات ونسهاو داك الرعب. ولكن
الكارثة وقعات نهار واحد من البنيات جبدت راديو صغير قسيط ودارت ليزيات في ودنيها وطلقات الموسيقى بالجهد في بيتها. كانت جالسة شادة مراية كتشوف في راسها وكتقاد شعرها وما مسوقاش للدنيا حيت الموسيقى سادة ليها ودنيها. على غفلة وهي كتشوف في المراية كيبان ليها واحد المنظر اللي يوقف القلب. شفت موراها مخلوق طويل بزاف لابس بحال شي خنشه كحله او سلهام كحل مدرق ليه وجهه. هاد المخلوق خرج من الحيط اللي وراها داز بشويه ومشى للحيط المقابل ودخل فيه بحال الا ما كاين والو. البنت تشنجات الدم يبس ليها في عروقها. دارت كتشوف موراها ما لقات والو. رجعت شافت في المرايه الدار خاويه. طارت البنت كتغوت مشات عند امها. ماما واحد الراجل طويل لابس خنشه كحله خرج من الحيط. خديجه ملي شافتها دايره الموسيقى غوتات عليها. شحال من مره حضرتك من هاد الاغاني، هادشي اللي كيجيب لينا هاد المصايب. من مورا هاد الحادثه داك المخلوق الكحل ولا كيبان ليهم بزاف. الدار ولات تلات وطاق. وصل الوقت باش يوسف يرجع لخدمته. عيط لخوه هشام وقال ليه اخويا هشام الدار عندنا فيها شي مشاكل، بغيتك تجي تبات مع ولادي وخديجه بين ما رجعت. هشام وافق وقال ليه كون هاني غنجي انا ومراتي ونجلسوا معاهم. هشام سبق جاب وحده باش يبات الليله الاولى بين ما جات مراته، وكان كيسحب ليه داكشي غير تخربيق ديال العيالات. في نص الليل هشام فاق بغى يشرب الماء، خرج للمراح هو يلمح شي حاجه في الصالون. طاح عينو على واحد العجوزه شارفه وجهها مكرمش وحالتها كتشوك اللحم. كانت جالسه في القنت وكتمتم بواحد الكلمات ما مفهومينش بحال شي تعويذه كطير النعاس. هشام طار ليه الزن، رجع باللور كيتراعد، مشى ديريكت عند مرت خو خديجه دق عليها بالجهد قال ليها وجهه مخطوف جمعي حوايجك دابا نخرجوا من هاد الدار. خديجه قالت ليه واش شفتي شي حاجه؟ هشام حلف ليها اقسم بالله الا شفت عجوزه شارفه كتمتم في الصالون. هاد الدار راه خطر عليكم وغنمشيو دابا لداري. خديجه قالت ليه الليل هذا خلينا نتجمعوا في الصالون نسهروا حتى للصباح ونجمعوا حوايجنا. باتوا فايقين كيرجفوا. في الصباح الباكر جمعوا كاع القشاش ديالهم وهما خارجين كيلوحوا النفايات. هشام شاف ديك العجوزه عاوتاني كتشوف فيه. هربوا من ديك العتبه ومشاو سكنوا عند هشام وارتاحوا. ملي كمل يوسف خدمته ورجع لقى الدار خاويه. مشى عند خوه هشام وعاود ليه الروينه كامله. هشام نصحو يجيب فقيه اخر يكون مجهد بزاف. يوسف جاب واحد الفقيه معروف، غير حتى بالفقيه باب الدار تبدل لونه. دار عند يوسف وقال لي سي يوسف هاد العتبه خاصك تخويها دابا. يوسف تخلع شنو كاين السي الفقيه؟ الفقيه قال لي بجديه هاد الدار كانوا كيداروا فيها اعمال ديال السحر السفلي والشعوذه الخايبه. هاد البلاصه راه تنسات وكان كيسكن فيها شي ساحر. الدار ملعونه وما صالحاش يسكن فيها البشر. هرب بروحك وروح وليداتك. يوسف ما زادش كلمه، مشى عند مول الدار فسخ الكونطرا وهز حوايجو كاملين. انتقلوا في بدايه الالفينات لدار اخرى بعيده وعاشوا بسلام والحمد لله ما عاودوا شافوا حتى شي حاجه. ولكن ديك الدار الملعونه في قريه سيدي عمار بقات مهجوره. الجيران باقين كيعاودوا بالليل كيسمعوا خوات ديال العيالات ومضاربات لداخل، واي واحد كيزعم يقرب ليها كيصدق واقع عليه شي مصيبه. بقات مسدوده كشاهده على ماضيها الكحل. الدرس من هاد الشي كامل العتبه قبل ما تعتبها سول على تاريخها، وملي تدخل لدار جديده حصن راسك وعائلتك بالقرآن والأذكار باش يحفظكم الله من شر ما خلق وما تعيشوش الرعب اللي عاشتوا هاد العائلة. كنشكركم بزاف حيت كملتوا الفيديو تلهنا. ما تنسوش تدعمونا بشي لايك وتعليق زوين واشتركوا في القناة وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم.